مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره ينزل صورتي عنده في الستوري بكذا طريقة ان انا رقم 4، وهو عارف ان ألبومي مش 4. هذا ما قاله الفنان تامر حسني عبر ستوري في انستجرام. عبر النجم تامر حسني عن استيائه من قيام نجم كبير بنشر بيانات تشير إلى تصدرها ترند ألبومات الأغاني الجديدة مؤخرا، وتظهر احتلال ألبوم تامر حسني لينا معاد المركز الرابع بعده. ونشر تامر حسني عبر ستوري انستجرام الخاص به رسالة قال فيها: مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره ينزل صورتي عنده في الستوري بكذا طريقة ان انا رقم 4 وهو عارف ان ألبوم مش 4، بدليل ترتيب ترند اليوتيوب الألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله. وبرضه ناس جمعت لي النتائج دي بس ما نزلتهاش. عموما هو ترتيب وبيتغير كل شوية لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا. وأضاف تامر حسني: الفكرة إن ألبوم لينا معاد أنا تعبت فيه والناس بتتكلم عنه بكل خير، وده الأهم، فمش محتاجة أعمل كده. أنا لما كنت تقريبا 10 أيام رقم 1 في أسبوع نزول ألبوم لينا معاد زي ما انتوا شايفين اهو في الفيديو، اللي اضطريت أنزله أغنية في الترند أعلى وهو كان تحت، احتراما ليه ولمحبينه ما نزلتش صورته وهي تحت، ولا نزلت أي خبر يقول إن ألبومه متصدر عليه. كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان احتراما لمجهوده، بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل. وعموما ألف مبروك.